ليش الله سبحانه وتعالى ما ينطي النعمة كاملة؟ مثلا واحد عنده أولاد بس ما عنده أموال، واحد عنده أموال بس ما عنده أولاد، واحد عنده أموال وعنده أولاد ولكن صحته مو زينة، صحته وياهن زينة ولكن واحد من أبنائه عليل، كلهن ما بيهن إشكال، علاقاته الاجتماعية بيها إشكال. بحيث من تبحث بحياة كل إنسان راح تلقى النعمة اللي عنده لابد بيها نقص ولو بسيط. والسبب الحقيقي لهاي المسألة إن رب العالمين يريد يفهمك ويوصل لك رسالة، ترى هاي الدنيا دار ممر مو دار مقر. فدائما يزعجك بشيء معين حتى تبقى متذكر ويقظ وما تغوص بهاي الدنيا وتنساه وتخسر اختبارك اللي جيت من أجله هاي الأرض. يعني هذا النقص يشتغل كمنبه لك، انتبه ترى أنت هنا فترة ورايح. والأمر الثاني المهم، رب العالمين يريد يشوفك شلون تتعامل مع هذا النقص، تتوجه إليه وتوجه قلبك إليه، لو تظل تايه وتدور منه ومنه، ويريد يشوفك راح تباوع على عندك وتشكر، لو تباوع على النقص وتبدي تتململ وتتبجبج. وثالثا والأهم، يريدك أنت تكمل هاي النعمة برضاك، أن تكون راضي بقدر الله سبحانه وتعالى، ومن خلال هذا الرضا تتصل بالله سبحانه وتعالى، وهي هاي غاية الغايات.